السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ سلسلة جديدة اسمها بنات أفكار، ودي لفهم المشاعر صح وتصحيح العلاقات. السلسلة دي عبارة عن حلقات هتوضح لك حقيقة شعور عندك أو حاجة بتحس بيها وانت مش عارف ايه هي. وكمان من خلال الحلقات ديت هنحاول مع بعض نحط النقط على الحروف في العلاقات عشان نقدر نعيش علاقات صحية ومريحة. دمتم بكل خير. النهاردة معانا نوع من أنواع العلاقات اسمه العلاقة الأنانية، وهي العلاقة اللي فيها أخذ بس بدون عطاء، وعطاء بس بدون أخذ. دي علاقة غير متزنة. ما تقوليش أنا بعمل اللي عليا ومش بنتظر مقابل، غلطان. مجرد ترديدك لحاجة زي كده معناها إنك جواك شعور إنك مقدم تنازل، وده في حد ذاته لو تنازل فهو مش في محله. فده تصرف خاطئ بيوصلك للآخر للانفجار، لأن التنازل والتضحية في حد ذاته ليه شروط وصفات وحكايته طويلة عشان تبقى صحية. وانت مش أناني لما تقوم بواجباتك وتبقى منتظر حقوقك، انت كده طبيعي. وأي حد بيحاول يقنعك بعكس كده ما تصدقوش. لو لقيت نفسك في علاقة بالشكل ده وقف. وقف عطاء وقول كفاية، وابدأ حط النقط على الحروف واعرف ان ربنا خلقنا كده، أخذ وعطا. وأي علاقة طبيعية هي اتصال بين طرفين قائم على المنفعة للطرفين زي الشركة كده. كل شخص في العلاقة يقوم بواجباته، وبالتالي كل واحد حقوقه بتوصله. يعني لما تكون في علاقة صداقة مثلا، انت لو قمت بواجباتك صاحبك هيوصله حقوقه، وهو لو قام بواجباته انت هيوصلك حقوقك. الشخص اللي بيدي ومش بياخد ده بيوصل في الاخر لحاجة من اتنين: يا اما بيزهق ويمشي بعد لما بيكون خسر نفسه ووقته ومشاعره، يا اما بيبدأ يمن على الطرف الاخر ويذله بالعطاء. طب ليه؟ ليه من الأول تقدم تضحية مش في مكانها وتنازلات مش منطقية؟ افهمها صح من الأول عشان تبقى في علاقة صحية ومريحة. لذلك من الغلطات اللي الكثير بيقع فيها إنه أول لما بيدخل علاقة بيبدأ بقى عطاء بلا حدود في أي وقت وبأي كمية. وده أكبر غلط، لأن المفروض الأول أعرف أنا بدي لمين وإمتى وإزاي. بمعنى إني دخلت دلوقتي علاقة، مفروض أعرف حقوقي وأخدها، وأعرف واجباتي وأقدمها. وبعد لما كل طرف يعرف اللي ليه واللي عليه، أبدأ بقى أتنازل مرة ويتنازل عشاني مرة، أضحي مرة ويتضحى عشاني مرة. ومعملش كده إلا لما أتأكد من نية الطرف التاني وأعرف إنه يقوم بواجباته ومش يستغل عطائي وتضحيتي، وساعتها بس أقدم زي ما انا عايزة. حتى التنازل والتضحية اخد وعطا. افهمها صح عشان تعيش صح. وبكده نكون وصلنا لنهاية رسالتنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.